في رمضان برضو احنا كتير جدا وقت الفطار بنشرب عصاير كتير قوي زي ما حضرتك كنت بتقول، وفيها سكريات وشوربه وسمبوسك وكده. على بال ما بنخش على الوجبه الرئيسيه الصحيه بيبقى خلاص شبعنا، فاكيد احنا بنفقد فيتامينات ومعادن كتير قوي خلال شهر رمضان في الصيام. ازاي نقدر ان احنا نعوض اللي فقدناه، وايه الحاجات الاساسيه اللي احنا لازم نعملها اذا كان اكل او فيتامينات او حاجات لازم ناخدها؟ طبعا احنا هنعوض ده بالاكل اللي فيه يعني مينرالز، فيه املاح معدنيه تمام وفيتامينز، والاكل ده عاده موجود في الخضروات وفي الفواكه، ودي اقل حاجه احنا بناخدها في الوجبه بتاعتنا. المينرالز اللي موجوده مثلا في الخضار على سبيل المثال هنلاقي فيه مثلا فوسفورس وكالسيوم ومغنيسيوم، وهنلاقي بوتاسيوم، وهنلاقي حديد. الحاجات دي موجوده مثلا زي ما بناخد سبانخ، وزي ناخد ملوخيه، او مثلا الاوراق الخضراء، الجرجير مثلا، الفجل، الكرفس، البقدونس. مثلا الحاجات دي موجوده نقدر نحطها في السلطه بتاعتنا. الفلفل ملون فيه مضادات اكسده عاليه جدا هتحافظ على بشرتنا، الشعر بتاعنا ما يقعش. الفيتامينز اللي موجوده في كل الفاكهه الملونه، يعني فيتامين سي مهم جدا لتعزيز المناعه بتاعتنا وتحسين الصحه العامه بتاعتنا، عشان الاجهاد احنا طالعين من فتره كسل، فعايزين ناخد فيتامين سي وفيتامين بي، ودول في الفاكهه، عشان دول بجد هيعززوا جسمنا بالنشاط، فنقدر ان احنا يبقى عندنا باور نرجع نشتغل.